السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جميلات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده الفيديو جديد، وحشتوني جدا من اخر فيديو فات. صباحكم فل وهنا وسعادة ورضا من الرحمن، رزقكم الله هناء الدنيا والآخرة، اللهم امين. وحشتوني جدا. بدأنا كده اليوم. عايزين بقى خلاص نتنشط ونقول بقى يلا نقوم كده عشان كفاية كسل، لان احنا قاعدين كده مش قادرين نقوم. بس والله يعني لو ترويق كده من على الوش ونشيل التراب ونشيل اي طاقة سلبية كده من البيت، هنحس برضو بالعيد. مش شرط ان احنا نهلك نفسنا ونجيب يعني من فوق الدواليب ومن تحت النيش ومن حاجات كده غريبة، يعني في سبيل ان احنا هنروق. لا، احنا ممكن نروق ويعني بقلل الخسائر ونطلع بقلل الخسائر عشان تبقى صحتنا كويسة في العيد، ونقدر ان احنا برضو نود اهلنا ونصر رحمنا في العيد، ونروح نعيد على اهلنا واصحابنا وجيراننا وكل حبايبنا، بدل ما نقضي الاربع ايام نايمين في السرير مش قادرين نتحرك عشان احنا روقنا للعيد. يعني حاساه مع احترامي يعني تفكير خطأ. انا بدأت ان انا عن نفسي انا يعني بدأت ان انا احد من الموضوع. عايزه اقول لكم ان انا من ايام ماما كنا بنعمل نفس اللي الناس بتعمله ده، ونقعد نهلك نفسنا وترويق وتنفيض ونعمل ونشيل ونحط ويعني كنا نيجي التالت ايام حرفيا ما بنتحركش من السرير. وبرضه في اول الزواج بتاعي برضه كنت بعمل كده، لحد ما قلت لا، استوب خالص. احنا كل يوم بنروق وكل يوم ايدينا في الحاجه، لا هنعمل بقى من على الوش كده. وكده كده اصلا يعني التنظيف العميق ده احنا عملناه اول رمضان. اي تنظيف عميق احنا عملناه اول رمضان، مش هنرجع نعيده بقى دلوقتي تاني. لا، انا اكتفيت بقى بان انا اشيل اي تراب، اي تراب، بس اي تراب قدامي اشيله ويكون ملايات كده حلوه نظيفه، ويكون الفرش ريحته نظيفه وريحته حلوه. انا بس اعتمدت على الموضوع ده وخلاص. والمطبخ كده كده احنا يوميا بنعمله، والحمام كذلك كل يوم احنا يعتبر بنعمله، الحمام والمطبخ. لكن الصالة والأوض أنا اعتمدت إن يكون كل حاجة ما فيهاش تراب بس كده، والمرايات تكون شكلها حلو، ما تكونش مثلا مطوسة ولا الكلام دون، والإزاز بقى ده اللي أنا عملته. والأرضيات طبعا تكون ما فيهاش تراب. أنا قصدي في كلامي إن احنا ما نعملش مثلا فوق طاقتنا ونتعب نفسنا على الفاضي وخلاص، اسمنا إن احنا بنروق للعيد خالص. نعمل اللي على الوش، وفي نفس الوقت كده برضو ترويقة العيد زي الفل، يعني مش هتقول لأ. فبدأت بأول حاجة خالص أنا عملت قبل ما أبدأ معاكم الفيديو، شربت طبعا الشاي ده بصراحة كان استراحة ما بين شغل حاجة تانية. يعني بدأت عملت البلكونة، مرضتش اجيبها معاكم بقى عشان الفيديو ما يطولش، وعشان عارفة ان كلكم مشغولين دلوقتي ومعظمكم ممكن ما يكونش بيتفرج على الفيديوهات، بس ان شاء الله اكيد هتتفرجوا عليها في اجازة العيد بقى. بس حبيت ان انا اللي يتفرج دلوقتي عليا يتشجع ويقوم يخلص كده اي حاجة وراه. بدأت البلكونة، عملت البلكونة، شلت منها ايه تراب ونضفتها كويس ومسحتها وكله تمام. وبعد كده دخلت بقى معاكم على الانتريه. الحاجة الوحيدة اللي انا جبتها جديدة البيت يعني في العيد هي المنظم ده. بصوا، دي الكحك والبسكوت انا جايباه بصراحة مش للبونبوني ولا الشوكولاتة ولا الكلام ده، لا انا جايباه الكحك وبسكوت. انا كنت عمالة ادور، يعني بقالي يعني من السنة اللي فاتت كنت بحطه في اطباق وبحط عليها ستريتش، بس كنت بحس ان الحاجة بترطب وفي نفس الوقت يعني ممكن يجي عليها تراب وانا مش واخده بالي، البنات يسيبوا الاسترتش مثلا وانا مش واخده بالي كده. لكن انا قعدت ادور السنه دي وقلت برضو الحوامل اللي هي بتبقى حامل الكحك والكلام ده برضو بيبقى معرض للتراب وبيبقى معرض للدبان يقف او حاجه، فمش هيبقى حاجه صحيه. فقلت لا، انا عايزه اجيب حاجه متقسمه وفي نفس الوقت تكون بغطا، هتبقى عمليه اكتر وبرضو هتبقى اكيد شكلها شيك. فالحمد لله ربنا وفقني ولقيت المنظم ده هو 5 عيون وباين واحدة في النص 6. فقلت هيبقى كويس، وفي نفس الوقت هاخد كميات بسيطة ولما تخلص اطلع تاني من العلب، وهكذا بقى. وفي نفس الوقت احلى حاجة عجباني فيه ان هو بغطا عشان ما يقفش على اي حاجة مش لطيفة او تراب او اي حاجة من دي، لا هنخلص نغطيه وخلاص على كده. فعجبني جدا، دي الحاجة الوحيدة الحمد لله ان انا اشتريت. خلصت بقى. واكتر 3 فوط طبعا انقذوني في التنظيفات السنة دي حقيقي حرفيا هما الفوط اللي انا كنت جايباها من جرين واي. طلعت فوط التراب وطلعت فوط الازاز عفوا، وطلعت فوط الدهون عشان هعمل بيها الانتريه. طبعا لو انت مستخدماها في البوتاجاز او في اي دهون لازم طبعا تغسليها كويس جدا بالميه السخنه وبالصابونه بتاعتها طبعا عشان تشيلي منها اي دهون قبل ما تنضفي بقى طبعا الانتريه.
وهي سبحان الله اول ما بتغسليها مثلا بميه سخنه وتنقعيها مثلا في الصابون بتاعها والكلام ده، بتنضف وبترجع لك اكنها جديده. طبعا كنت غاسله بقى الطقم الجميل ده، والطقم ده بصوا لما بيدخل الغساله ولا كده بحس ان الشعر بتاعه متنحكش كده. بس الحمد لله هو يعني مقضي يعني الحمد لله. فبس بصوا عايزه اقول لكم، بصوا فوطه التراب عامله ازاي معايا، كل شويه كنت بروح انضفها وارجع تاني، انضفها وارجع تاني. طبعا اكتشفت بقى جريمه كده حاصله، ان مكه كاتبه بقلم رصاص في قلب بصوا المنظم ده. كاتبه بالقلم الرصاص. فجبت المستك بقى وجبت الفوطه بتاعه الدهون وبدات ان انا اعملها، وانا بمنتج معاكم بقى دلوقتي لاحظت ان هي كاتبه كمان في ظهر اللي انا بعملها دي. وانا لاحظت يا بعد ما اخلص ان شاء الله هقوم اعمل اهو، بس هو كاتبه عليك على الظهر، بس انا ما خدتش بالي خالص وانا بنضف. وقلت بعد ما اخلص ان شاء الله بقوم اعملها. المستك طلعها وخلاها زي الفل. المنظم ده بقى او اسمها ايه مش عارفه بصراحه، تايهه عني اسمها دلوقتي. هحط فيه بقى البونبوني والحاجات دي مع بعض ان شاء الله. جيت بقى هنا انضف، بصوا لقيت شوكولاتايه وانا بنضف. بس رزقي رزقي. بس الحمد لله ما سابوهاليش برضه. بس فبصوا كان واقع بقى شويه فتافيت وشويه حاجات هنا، لان القعده بتاعتنا طول الشتاء كانت يعتبر هنا. فلان يعني الشتاء ما في الصاله، لكن الصيف مكان التكييف هيبقى موجود. جبت بقى قلت لا مش هينفع بقى الفوطه، لا هجيب المكنسه عشان اشد كل حاجه وما تقعش مني على الارض. الفوطه بقى هي انا كنت طبعا غسلتها كويس جدا، وبدات ان انا اجيب في الواح كده بتيجي مع الفوط دي، دوبتها كده بشويه ميه، وبدات ان انا اعصر الفوطه وانضف الانتريه. طلعت بقى كل التراب وطلعت اي بقعه موجوده الحمد لله. انا ما بسيبش اي بقعه فيه خالص. والحمد لله ما بناكلش هنا، يعني قعدتنا مش يعني للتسالي للكلام ده، لكن اكل لا بيبقى في المطبخ. حاسه برضو ان القماشه بتاعتي بدات تبهت شويه، انا مش عارفه ده من ايه. ليه بقى؟ لان انا دخلتها الغساله. اللي انا عرفته ان اي قماش بتاع انتريه او اي ركنه ما بيخشش الغسالات، انتي بتنضفي كده من على الوش وخلاص. لكن ده انا عرفت المعلومه دي بعد ما دخلتهم كم مره الغساله، فده اللي انا عرفته يعني. بس خير الحمد لله. بدأت بقى جبت بقى اي مفرش عندي، اي مفرش عادي وهو فيه مش مشي كده ولايق يعني، بدأت ان انا اكسر باللون، وفي نفس الوقت حاجة تكون جديدة للعين ما تشافتش، ان حاجة اتفرشت جديدة لدخلة العيد. بصوا بقى شلت بقى اي حاجة كده مش تراب على الترابيزه، ودي بقى في وسط الازاز بدات ان انا امسح كويس جدا. ما شفتوا بقى ما استخدمتش اي منظف معايا، انا ماشيه بالثلاث فوط هم اللي لموا لي الدنيا بتاعه العيد. والله العظيم انا بحمد ربنا عليهم ان هم موجودين معايا في العيد ده. ربنا يرزقكم كلكم بكل اللي نفسكم فيه، ويرزقكم بكل حاجه حلوه بتتمنوها زيكم كده وزي قلوبكم وزي كلامكم الجميل. ربنا يبارك لي فيكم حبايبي يا رب، ويجازيكم كل الخير عني اللهم امين. ما شلتش بقى ولا حطيت ولا شلت حافظات ولا الكلام ده خالص. انا جبت المكنسه الحلوه بتاعتي، معلش الباسكت وقع. وبدات ان انا اكنس بقى الارضيات كلها بالمكنسه، واشفط اي تراب، حتى التراب برضو شفطته بالمكنسه، بحيث لما اجي المع ما فيش حاجه تتلطش معايا بقى بالتراب وكده، لا هلمع الارضيه بقى وهتبقى زي الفل. المكتبه برضو انا لمعتها من تحت ومن فوق وكله تمام اهو. بص بقى خلصت الركنه والحمد لله. انا خدت الانتريه والركنه مع بعض بحيث ان انا اكنس مره واحده تمام. هبدا بقى برضو اكنس. الاكتر حاجه معرضه عندي هنا هي الانتريه، لان هي قدام البلكونه على طول، فبتدخل كميه تراب رهيبه. حتى بصوا لو خدت بالكم المكنسه عليها كميه تراب فظيعه جدا. ان شاء الله هم يعني بعد ما خلصت قمت مسحها برضو بفوطه التراب. عندي الشقه رهيبه، حتى بعد ما حطيت برضو الستاير برضو بنسبه 50% بيدخل لي تراب. فربنا يعيننا جميعا والله على موضوع التراب ده، ويقوينا جميعا يا رب اللهم امين. حتى برضو بقى تحت السفرة انا مشلتش، لا شلت التراب كله بالمكنسة، ما شلتش حافظات ولا الكلام ده. واي سيراميك باين بقى انا بدأت ان انا امسحه، بس طبعا المقطع ده اتحذف مني للاسف يعني خير. بصوا بقى دي فوط الارضيات برضو من جرين واي، بصوا كمية التراب اللي مطلعاه. انا بس برضو بعصرها بمية، بحط مية بس، مية بس، وممكن بقى برضو من الشتات اللي انا جايباها منها دي. وببدأ بقى بصوا انا اصلا مركباها كده يعني ربطاها كده في قلب الموب دي، لان هي فوطه بس بتستعمليها بايدك انتي. فانا بصراحه ما قدرتش ان انا اوطي وكده يعني، فعملتها كده ربطتها في الموب وطلعت لي كميه تراب. بس خير بقى المقطع ده اتحذف
الارضيه بتلمع حرفيا بميه فقط. برضو كنت جايباها من جرينواي. البخاخ بقى ده الجميل، الحاجات الاقتصاديه بتاعتنا بقى دي. جبت البخاخ ما كانش عندي اي معطر بصراحه، حطيت فيه شويه دوني اللي هو بريحه المسك، رهيب يا بنات، خلى الشقه ريحتها جميله. شويه دوني وعليه شويه ميه ورجتهم بس كده وخلاص. وبدات ان انا ارش بقى على كل الحاجات اللي انا نضفتها والملايات والارضيات والسجاجيد وكل حاجه بقت زي الفل وريحتها جميله جدا. بقلل الامكانيات، هنفرح نفسنا، هنعمل حاجات جميله من غير تكاليف خالص خالص خالص. يعني مش لازم نشتري ونعمل حاجات جديدة كل مرة، لا الحمد لله كل اللي موجود برضو هيسد وهيفرحنا. وكفاية المصاريف بس بتاعة العيد فعليا، وكفاية المصاريف بتاعة لعب الولاد ولو هتدي حد عادية فكفاية المصاريف دي بجد. ربنا يعيننا جميعا يا رب ويقوينا على كل اللي احنا داخلين عليه كده يا رب، اللهم امين. لقيت بقى طبعا انا كنت حزينة طبعا بعد ما شلت الديكورات بتاعة رمضان، فدي كانت موجودة فقلت بقى اشيلها وعشان اشتاق لها وكده. طبعا كنت حاطه بقى جنبي شنطه كبيره كده اللي انا كل سنه بلم فيها الزينه بتاعه رمضان، باذن الله يا رب يرزقنا جميعا كده كل سنه ويبلغنا عن رمضان اعواما عديده جميعا، اللهم امين يا رب، اللهم امين. انا حزينه فعلا هو مشي بسرعه، كان ضيف خفيف جدا جدا. الواحد ما حسش بيه، بس ربنا يا رب يتقبل مننا اللي احنا عملناه يا رب، اللهم امين. جبت بقى، كنت جايبه شنط كده هي ساده خالص خالص من المكتبه، فهحط لهم فيها العيديات يعني الاهل البيت، هحط لهم الاطفال يعني اللي في البيت عندي، يعني هحط لهم فيهم اللعبه والعيديات والكلام ده. فقلت لمريم بدل ما نقدمها ساده كده وكده، يعني انتي فنيني بقى، اقعدي فنيني فيها عشان احنا هنقدمها هديه وكده. بصراحة لما تشاركوا أولادكم في الحاجات دي بصراحة بيفرق معاهم جدا، وبيفرق في الذاكرة بتاعتهم، بتقعد في الذاكرة بتاعتهم مش هينسوها أبدا أبدا فعليا عن تجربة. لحد الآن أنا فاكرة ماما كانت بتعمل لنا إيه يوم العيد، وكانت بتفرحنا إزاي، ولو كانت بحاجات بسيطة يعني كانت حاجات بسيطة جدا أهالينا كانوا بيعملوها لنا، بس حرفيا كانت بتبقى عندنا كبيرة جدا. فانا بحاول يعني لو حتى انا مش قادره او صحيا مش قادره. هنا مريم كانت بتوريكم انها بتشرب برتقال ده كان بعد الفطار، الموضوع ده كان بعد الفطار. فيعني لحد الان انا فاكره فعلا كان انا عايزه قصدي ان لو صحتنا مثلا حتى مش جايبانا الحاجات دي فعلا هتفرق، يعني بلاها تنظيف يعني انا قصدي ان دي من الاولويات. لو حاجات بسيطه، مش شرط اللي انا بعمله ده كله، لو حاجات بسيطه هتنفخي بلالين، هتعلقي زينه، هتعملي اي حاجه، بس فعلا كل ده بيتحفر في ذاكره الاطفال لما يكبروا ان ماما كانت بتعمل لنا وبتسوي لنا. بس انا من وجهة نظر برضو التنظيف وانك تفرشي حاجة وتهيئي بيتك نفسه وتخليه ريحته حلوة والكلام ده كله، يعني ده برضو من ضمن الطقوس بتاعة العيد ومن ضمن ادخال السرور على اهل البيت، طبعا على زوجك وعلى اطفالك وعلى اهل بيتك اللي يجي يزوروكي او الكلام ده. طبعا يعني ادخال السرور حاجة جميلة جدا، ربنا يدخل عليكم السرور جميعا ويجعل عيد سعيد عليكم كده يا رب، اللهم امين. فسبتها بقى تفنن براحتها، وبصراحة بقى هي أبدعت يعني و... وانا كنت مبسوطة بشغلها جدا، يعني حتى لو مش بروفيشنال بس انا كنت مبسوطة جدا باللي هي عملته، وبجد طلعت حاجة حلوة يعني. هي انا جبت بقى بالعدد بتاعهم، يعني جبت بعدد الاطفال اللي في اهل البيت نفسه، جبت بعددهم الشنط. بصوا بجد عملتها حلو جدا جدا، تسلم ايدك يا مريومة، ربنا يبارك فيك يا رب ويبارك في اولادكم جميعا ويحفظهم ويبارك فيهم يا رب، اللهم امين. خلصت بقى، هوريكم الاشكال اللي هي عملتها. بصوا عملت الشكل ده كله مكتوب عيد مبارك وعيد سعيد، وكله عيد سعيد، وما عملتش الا واحده عيد مبارك اهو. بدات بقى انعن لها اللي هي اختارتها، هي اختارت واحده ومكه اختارت واحده، وحطيت بقى اللي دي بقى العاب جايبه لكل طفل لعبه، او دي لعبه مكه، كنت جايبه بقى الالوان، كنت جايبه لها طبعا ميك اب عشان ترحمني من الموضوع ده، اللي قد سن مكه يقول لي في موضوع ان هي بتحط كل حاجه على وشها. فحبيت بقى ان انا اجيب لها حاجات كده هي مش صحيه قوي، بس على الاقل يعني ما تعملش الحاجات او تبوظ في حاجات غاليه، فاهمني؟ بس جبت بقى كل واحد لعبته، كنت عارفه بقى انا ده هديها لمين وده هديها لمين وده هديها لمين، كل حاجه كل طفل كان بيحب ايه انا حاولت ان انا اجيبه وجابه له يعني. خلصت بقى ال
الشنط دي على فكرة بقت متوفرة جدا، وبقت بتتباع في اي مكتبة يعني. مش شرط، انا بديكوا افكار بس مش شرط تنفذوا اللي انا عاملاها دي، يعني اي افكار يعني. دي كانت من ضمن هدية مريم. يعني انا عاملة بكل يعني كل طفل ما حطيتش حاجتين او 3 ليه، لا انا عاملة بقيمة الفلوس، فاهمني؟ يعني كل الاربع شنط نفس السعر، فاهمني بقى؟ على حسب بقى، دي فيها 2 دي فيها واحدة، انا عاملاها بنفس السعر، كل قيمة لعبة بنفس السعر التاني. مع ان يوم ما كنت بجيب يعني في محل الالعاب، فالست اللي كانت واقفة فبتقول لي يعني ان هما مش هيفهموا كده، هما عايزين هيفهموا ان انت جايبه لده 2 وانا جايبه ده لواحد. بس انا يا ريتني سمعت كلامها فعلا. بس خير، يلا الحمد لله. جبت بقى شويه حاجات كده مش صحيه خالص، بس يعني بتفرح الولاد، وفي نفس الوقت احنا مش بناكلها كلها. جبت بقى حاجه تانية، كل شنطه كانت محطوط نفس فيها الحاجه ما عدا الالعاب، كل لعبه مختلفه عن التانية. كنت جايبه في السنه مره كل واحد اللعبه يعني شبه التانية، يعتبر مثلا شبه التانية يعني، بس قلت لا السنه دي انوع. جايبه لهم كروت بقى كل واحد مكتوب عليه الاسم بتاعه، دي للعيديه اهو. بصوا، العيد احلى مع مكه، والعيد احلى مع مريم. اللي كنت جايبه الكروت دي مطبوعه من اي جروب او اي مثلا حد جنبكم مكتبه ولا كده، عشان احط فيها العيديه. جبت بقى العيديه كده، كانت جايلي جديده. وبدات ان انا احطها بقى كده في قلب الكارت، قفلت عليه كويس جدا، وخلاص حطيت بقى كل واحد العيدية بتاعته، وخلصت الشنط دي. حاجة كمان بقى هعملها كمان، اللي هي بقى للأطفال، بقية العيلة بقى، حاجات صغننة كده الأطفال بقية العيلة اهو. خلصتهم اهو. حطيت بقى، جبت ده التوزيعات بقى للأطفال الباقية بقى. جبت بونبوني، وجبت بسكوت كده بالشوكولاتة، وجبت كروت برضو، وجبت والعيديه والاكياس دي. عايزه اقول لكم ان بعد ما خلصت كميه منهم كده، افتكرت ان انا جايبه كمان بلالين، فكملت بقى بيها بقى بقيه التوزيعات. حتى برضو الكروت كانت خلصت معايا، فحطيت بدلها بالونات. كنت عايزه احط بقى هنا برضو العيديات كده، فلقيت بصوا الكروت معظمها جايه اللي يعني شفتوا مكان الشرايط كده مقطوع، فمعرفتش بصراحه ان انا اعمل فيها حاجه. فقلت خلاص هحط بقى الكارت لوحده والعيدية لوحده، واحط بقى البالونات وكمان بونبونيتين. بصراحة والله بنات يعني اي حاجات صغيرة، حتى لو هتحطي شوية فشار مثلا وبالونة وبونبوناية، مش شرط فلوس ومش شرط الكلام ده كله يعني. ومش كل سنة، عايز ما اكدبش عليكم ان انا بعملها، لا خالص، كل واحد على قد ما قدرته، وكل واحد على قد ما ظروفه تسمح له. ربنا يرزقكم جميعا يا رب. على حسب يعني الواحد ظروفه ايه ساعتها، فاهمني؟ فمش شرط تعملوا وتحطوا فيها فلوس او الكلام ده كله، ممكن بونبونايه بالونايه. ممكن ما تعملوش في اكياس خالص، ممكن يبقى معاكم مثلا كيس بونبوني في الشنطه، كل ما تروحوا عند حد وتلاقوا اطفال تديلهم مثلا بونبونايه او مثلا بالونه. الحاجات دي بتفرح الولاد جدا، الاطفال في العيد فعلا. فحاجه جميله جدا انك تدخلي السرور كده على كل طفل تقابليه في العيد. ربنا يبارك فيكم يا رب جميعا، وتعملوا كل اللي نفسكم فيه، ويجعلوا عيد سعيد كده عليكم يا رب، اللهم امين. يعني حاجة كده، الواحد بجد العيد ده فعلا فرحة. يعني العيد اصلا رمضان كان عيد، بس ربنا بيبعت لنا عيد كمان. فالحمد لله رب العالمين. انا خلصت بقى الكمية اللي انا عملتها الحمد لله. وهو الشكل كده يعني قدام كده حاولت ان انا اسويه، بس هي المشكلة في البسكوتة عاملة شكل كده مش حلو، بس الحمد لله على كده. قولوا لي بقى لو عجبكم الفيديو، ما تنسونيش باللايك والتعليق الجميل حتى. يعني انتوا لو مش فاضيين شوفوه بعدين يعني. بس اهم حاجه انكم تشوفوا الفيديو وتقولوا لي رايكم فيه، وتكتبوا لي تعليق حلو، وتدعوا لي دعوه من قلبكم. يعني بحب دعواتكم ليا جدا جدا جدا. ربنا يجزيكم كل الخير عني ويبارك فيكم. بحبكم جدا جدا في الله. اشوفكم في فيديو جديد على خير حبايب قلبي. السلام عليكم.